السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركز معايا يا صاحبي. زمان الاحتلال كان لما بيجي على أراضي المسلمين ما كانش بيحتل أرضنا بس، بالعكس كان بيحتل دماغنا كمان. وهديك دليل على الكلام ده، إن هم شايفين إن الرجل المتدين ده، أو نظرتهم للراجل المتدين أو الشاب المتدين، إن هو إيه، رجل ضعيف كده وراجل هزيل في نفسه وماشي على جنب ومحدش يعني ما بيتكلمش حد، والنظرة ديت اللي احنا عارفينها. ويبص الاتجاه التاني اللي هو الشاب اللي هو بيتمرن وبيجاهد نفسه وبيروح وبيجي وبتاع. ده شاب بتاع دنيا دوت، ملناش دعوه بيه. لكن لا، الفهم ده غلط يا جدعان، والله الفهم ده غلط يا جدعان. الصحابه كانوا بيقيموا الليل بالليل ويصحوا يصبحوا القوم، كانوا بيصبحوا الروم وبيصبحوا فارس. والصحابه كانوا اقوياء في قلوبهم، والصحابه كانوا اقوياء في شخصياتهم، وكل شيء من القلب يحب. الصحابه كانوا بيغضوا ابصارهم، والصحابه ما كانش بيكلموا نساء، والصحابه كانوا يعني بتاعوا شغل ودنيا وبتاعوا كل حاجه. بس يوم ما الدين يجي كانوا بيأثروا الدين على كل شيء. الصحابه كانوا بيعملوا كل حاجه بس عندهم فلتر. في بعض الناس ما يعرفوش يعني ايه فلتر. فلتر دوت يعني بتاخد كل حاجه على ميزان الحلال والحرام. اي حاجه بتجيلك هما طريقين، يا حلال يا حرام. هو الصحابه كانوا كده. حلال تمام انا معاك، الحرام لا انا مش معاك، انا بخاف من ربنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. معلش انا واحد زي حالاتي انا كده، كنت لما بسمع الحديث دوت وانا في الجيم كنت معلش بزود اوزان زياده عشان ربنا يحبني. يعني بص، جاب لك القوه قبل الايمان، يعني القوه ديت من الايمان، مش دي حاجه ودي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. علم ابنك السباحه، او انت علم نفسك السباحه عشان تبقى جريء كده، تخش في الميه وهي ساقعه في اي وقت قلبك ما يتهزش. ده حد بحث يعني في الموضوع دوت، هو ليش معنى السباحه والرمايه وركوب الخيل. اقول لك اهو، الرمايه عشان انت تكون مركز على الهدف وتعرف تجيبه. تخيل انت من بعد كبير جدا وبتجيب الرمايه. علم نفسك الرمايه لو تقدر، يعني ان الرمايه مش موجوده حوالينا دلوقتي. بس هقول لك تتعلم ايه يعني. وركوب الخيل، ركوب الخيل اللي انت تكون قائد، صاحب اللي انت تقدر تقود اي شيء. معلش انت بتقود حصان يعني ضعفك في الوزن، فانت ديت مش حاجه سهله ومحتاجه تمرين كبير جدا. نربي نفسنا على قوه الجسد وقوه العقل، مش بس اللي انت تكبر لي في الجلابيه كده وتكبر لي ناحيه طلب العلم فقط. بالعكس، طلب العلم هو من يأمرك بالرياضه. يعني معلش انا بكلم نفسي، انا بتكلم عن نفسي يعني انا ابغض الشخص الذي يهتم لا يهتم بالرياضه وان كان شيخا. يعني افضل اللي هو بيهتم بالرياضه ده عن التاني، يعني درجات كتيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه اللي هو كان يطوف بالكعبه وهو في سن ال60 وعضلاته بارزه منه. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كان من العضلات اللي هي الكبيره قوي زي اللي هم بتوع كمال اجسام ديت، ولا اللي هو هزيل قوي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في النصف. شفت انت الجسم اللي انت ما بتشوفش زيه ده؟ هو الجسم ده كان كبير قوي ولا صغير قوي، كان من افضل اجسام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: علموا اولادكم الفروسيه، اللي انت تكون قائد كده زي ما قلت لك. وعلموا اولادكم ما حسن من الشعر، اتعلم الشعر، اتعلم لغتك. يا جدعان ما فيش امه بتطلع من غير لغتها، لغتك انت اللي بتطلع. يعني معلش في اوقات الاحتلال كمان كانوا اصلا بيتكوا على اللغه قوي، عايزين يدفنوا اللغه عشان انت عمرك ما هتقوم تاني طول ما انت ما عندكش لغه. الامه فعلا اللي هي صاحبه نجاح بتقوم بلغتها. روح اقرا عن الدوله العباسيه اللي صدرت كافه علوم انت اصلا ما تتخيلهاش. احنا كمسلمين ايام الدوله العباسيه احنا اللي صدرناها للعالم كله، ودلوقتي العالم كله بيعمل بيها واحنا ما نعرفش. وتلاقي واحد جاهل، انا اسف يعني، يقول لك اسمه ده الهندسه من الغرب والرياضه من الغرب والنت من الغرب. يا ابني النت دوت احنا اصلا من الاصول اللي حاطينها الخوارزمي دوت هو اللي حاطط الامور ديت اللي انت تقدر اصلا تبني عليها، مع كده تعمل انترنت وكل الكلام ده. يا ابني احنا الاساس. يا ابني الصحابه رضي الله عنهم لما كانوا بيمشوا في طريق كان يبان عليهم العز كده ويبان عليهم القياده، حتى في الصوت، حتى في الكلام، حتى في طريقه يا جدع في لغه الجسد كمان. ما يبانش عليهم الكروش والرغي فيما لا يعنيك وكل الكلام ده. انا ادعو الناس يا جماعه للرياضه، ادعو الشباب خاصه،
الرياضه الرياضه الرياضه. تمرين، انزل اتمرن في الجيم، تتمرن علشان نفسك، انت بتتمرن عشان باذن الله لما باب الجهاد يتفتح تكون اول الجارين عليه. تعود ان انت تمسك نفسك عن الكسل، عن الخمول، عن الكسل اللي هو قتل الشباب على التليفونات طول اليوم على الشاشات، ما بيقومش منها غير الاكل ولا الشرب. ده لو قام اصلا. ابعد عن الاكل اللي بيخليك نايم ده، ابعد عن الخمول اللي بيقتلك بالبطيء ده، كده زي الحصان اللي بيروح في اي حته بكل المجهود، مش زي الكرسي المتحرك كده. ايه ده يا عم انت؟ اظبط كده علاقتك مع ربنا كده وقوم كده وابدا تاني، اللي انت خلاص هتلازم نفسك عن الفروض ومش هتسيب فرض تاني. وبعد كده بقى ننزل نتمرن بقى ونظبط حياتنا ونبعد عن الكسل والخمول والتليفون والحاجات اللي احنا فاهمينها دي كلها، نبعد عنها. نفسك خلاص عدت صياغة حياتك من جديد وبقيت انسان تاني. قال الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه اللي هو كان على المنبر ويقول هذه الآية، وبعديها قال الرماية الرماية الرماية، علموا أولادكم الرماية. يعني الآية ديت أقصدها للتعليم الرماية. الرماية ديت يعني تمسك حاجة كده عاملة زي الخشبة بس ليها بوس كده من قدام كده، اللي هي بتيجي في الأفلام يعني أنت عارفها، بعد كده بترميها كده، ديت بتيجي في صدر العدو في دماغه زي ما تيجي كده. فديت بتيجي إزاي بقى؟ ديت بتيجي من قوة. القوة ديت محتاجها إيه بقى؟ ألعاب قوة. ألعاب القوة اللي هي إيه بقى؟ الجيم. بص بجيب لك إزاي؟ فانزل الجيم يا حبيب اخوك. مش هقدر اجيب لك يعني مدى اللي انت مضيعه على نفسك والله، من نجاح ومن قوه ومن ثقه في النفس وكل الذي تشعر به جميل. بس كده يا حبيب اخوك، يلا سلام.